السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله بعودة بعد غياب طويل عن النادي الأهلي. رجعنا لمباراة دوري الأبطال ومباراة الدوري المصري. الحمد لله على السلامة للأهلي ولاعيبة الأهلي ونجوم الأهلي اللي وحشوا جدا جمهور الأهلي اللي أنا منهم. وابتدت أجمل البدايات بالفوز النهاردة على يانج أفريكانز، المباراة اللي كان الأهلاوية خايفين بيها بحكم البعد وبحكم اللعيبة اللي منضمة جديد، فكنا قلقانين بصراحة. إنما الأهلي كالعادة يا سادة، بابا الشغلانة، استطاع إن هو يفوز على يانج أفريكانز التنزاني، الفريق الصعب واللي هو ما اتغلبش آخر ماتشين، ما دخلش فيه هدف، واللي هو كان متصدر مع النادي الأهلي في المجموعة بتاعته بنفس رصيد النقاط، 4 نقاط. يليهم الجيش الملكي المغربي وشبيبة القبائل بنقطة لكل واحد فيهم. استطاع النهاردة إن هو يفوز عليه وبجدارة 2-0 مع الرأفة، رغم سوء التحكيم. الحكم السنغالي علامة استفهام كبيرة جدا عليه، كان ولا أسوأ لم يحمي اللعيبة. كان مش مباراة، دي كانت عركة من اللعيبة بتوع يانج أفريكانز. كان الأداء عنيف وخشن وصعب جدا، وتدخلات تستحق كارت أحمر مش كروت صفراء تغاضى عنها الحكم بشكل غريب. وكان معاه لاينز مان حكاية، كان حسب كذا كورة من وحي خياله هو ان هي اوفسايد، وافسد كور اهداف محققة للنادي الاهلي. وعشان ما نكدبش، ما كناش متوقعين ان الاداء يكون قوي قوي، لان بحكم البعد وبحكم ان لسه تروس ما انسجمتش مع بعضها، اللعيبة الجداد مع القدام، مع التوقف الفترة الطويلة بعدم الهارموني، الانسجام، ان اللعيبة فترة كبيرة بعيد عن بعضها، ما بين اللي في المنتخب واللي في القاهرة ما كانش مع المنتخب. انما النهاردة الاداء الشوط الاولاني كان بصراحة كان اداء باهت وكان ضعيف، واثبت مصطفى شوبير ان هو حارس اللي كنا بننادي عليه من سنين، ان هو حارس من طراز رفيع. وكفى محمد الشناوي، اتمنى محمد الشناوي يشوف له فرصة بقى يختم حياته في مكان تاني او يعتزل، لان بصراحة هو عبء كبير اوي سواء كان مع الاهلي ومع المنتخب. ولولا الشناوي كان الاهلي ممكن يحصد بطولات فقدها، ولولا الشناوي كان ممكن مصر تحلق بعيدا في كأس الأمم الأفريقية. من الإيجابيات النهاردة جدا كان أداء العالمي لإمام عاشور، اللي باين فيه نضوج وبقى يعني حاجة كده فعلا، المايسترو في ملعب، في وسط ملعب النادي الأهلي، اللي هو يعني بيربط الخطوط ببعضها، واللي بينقل الهجمة، واللي عنده دايما الحلول الفردية، ان هو يعمل لك حاجة مفاجأة يخليك انت والجون، زي الجون الروعة اللي عملوه تيكي تاكا مع تريزيجيه. وتريزيجيه النهارده كان النهارده ايضا مبدع وممتع بهدفين ولا اروع. هدف في الشوط الاولاني في الوقت بدل الضايع من عرضيه يعني عالميه من محمد هاني على راس تريزيجيه، ركنها في المرمى. الحارس حاول فيها ولمسها انما لم يستطع ان يصدها بهدف جميل جدا. والهدف الثاني تريزيجيه يمكن من لمسه سحريه من المايسترو الجديد للنادي الاهلي امام عاشور. مبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي. كان يوم سعيد وبدايه موفقه جدا. النهارده شفنا اللاعب اللي هو الجديد المنضم حديثا للاهلي، مروان عثمان. طبعا مش هنحكم عليه، انما هو بدايه مبشره وستايل وشكل والظاهر انه هو لاعب ولاعب واعد، وان شاء الله يكون ليه تأثير مع النادي الاهلي. بقول لي يسرب enough is enough. يعني فكر كويس وبص كويس على اليو ديانج. اليو ديانج عالة وخلاص، كل فكره انه يحترف، عليه انه يحترف ويتكل على الله، والاهلي اولى بالفلوس اللي ياخدها افضل ما يقعد ديانج مع الاهلي جسد بلا روح. من الحاجات برضو النهارده اللي لفت نظري ان على زيزو ان هو يراجع نفسه، لان بدنا نشوف زيزو اللي احنا عارفينه واللي احنا نعرف قوي امكانياته ان هي ولا اروع، ان هو لعيب مبدع ومؤثر ولعيب روعة. مليون مبروك يا اهلاوية. وكده الاهلي متربع على المجموعة بتاعته برصيد 7 نقاط، وتريزيجيه هداف البطولة وأحسن الأهلي في مجموعته، أحسن فريق
سواء في الهجوم أو في الدفاع، كلها أرقام ما شاء الله ولا أروع. بترفع وبتعبر عن إن الأهلي هو العظيم وهو كبير أفريقيا. يتغير الزمن ويتغير المكان وتتغير الأوقات، ويبقى الأهلي شامخ قوي عظيم وكبير أفريقيا. مهما حاول أي حد إن هو يقلل منه، وإن شاء الله القادم أفضل.